هلا والله. هلا والله. رجعنا اليوم بمقطع جديد. مقطع اليوم شو احمد؟ مقطع اليوم حنطلع من جدة إلى الرياض علشان نجرب مطعم مستر بيست. مستر بيست الأكثر شهرة على اليوتيوب، عنده تقريبا 205 مليون وعنده مطاعم مرة كثير. The biggest YouTubers. اوف الكلمات الإنجليزية هذه ما أقدر. المفروض إنه مستر بيست الأعلى مشتركين على اليوتيوب والأعلى شهرة بالعالم. مستر بيست يوزع لامبرجينيات كأنه يوزع آيفونات. وحنروح نجرب مطعمه، هل يستحق التجربة أو مجرد اسم سمعة. Let's go الطيارة نشوفكم بعدين. قررنا نفطر من عمو البيك. من البيك، باقي تقريبا ساعة على الرحلة. ساعة إن شاء الله، يعني نص ساعة أكل ونص ساعة حمام. أخذنا بيض بالدجاج. فطرنا بيض من البيك، وبعدين ترى أفضل بيض قصدي في العالم فطور. أفضل بيض البيك. بس قولها 10 مرات ولك أفضل بيض البيك. أفضل بيك، أفضل 10 مرات بيك. يلا نستلم الطلب يا اخوان ونرجع لكم. يلا نادى عليك، قال لك تعال. لا انت قال لك. الا والله قال لك تعال. قال لك انت. والله قال لك انت تعال. انت طب انت هو قال احمد. طب روح انت مسوي لي فيه يعني انك قال مدير أحمد. مصور. قال كذا. قال كذا. استلمنا الطلب والان نشوف مكان كذا، اي مكان نقعد. ايش رايك نقعد هناك؟ يلا على سيارة الاسعاف. والله وين البوابة؟ يا واد حتمشي يمكن 60 كيلو ذا. عندنا البوابة. لا يا قريبة، شوفها هناك ترى. هناك 15 16 17. لا شوف 14 انت هنا وين؟ هنا كم؟ والله بعيدة صح. باقي لك 4 كيلو توصل. والله بعيدة فعلا. ايش انتبه هذه والله هذه كثرة. What's this mean؟ طبعا يا اخوان رايحين احنا نجرب اليوم اول شيء البيك. ايش؟ البيك ما له تجربة خلاص. هذا اول شيء راح نفطر قصدي من البيك. حلو. حنوصل هناك باذن الله حيكون التصوير. حكينا عن الاوتفيت. فين البوابة صارت؟ من هنا. يلا نفطر نرجع لكم. خلصنا فطور يا اخوان الحين. حلو. وشوف المنظر الخلفي. الان الطيارة تنتظرنا. باقي كم؟ باقي 25 دقيقة على الإقلاع. سوف نذهب إلى الرياض. والأوتفيت المولع think I think it's not very bad airport now. وبس والله يا إخوان، سامعين صوت الطيارة؟ هذا مو زلزال، هذا طيارة. يعني ما شاء الله محرك الطيارة هو عبارة عن أكبر محرك في العالم. تخيل الطيارة لما تطير يخليها واقفة زي كذا ويحط وين؟ على الآخر. بعدين يفك جري. بعد ما يفك جري يا تحس إنه كذا تطير. يا تشوف السحب فوق والايربورت كذا تحت والبيلدينجز. قول له منك انت كنت تخاف من الطيران. طبعا انا كنت اخاف من الطيران. شوف هذه كيف اشيلها طبعا بيد واحده اشيلها خلاص بصباع واحد. طبعا انا كنت اخاف من الطيران، لكن الفتره الحاليه يعني ما شاء الله من كثر رياض جدة دمام رياض جدة دمام خلاص صرت تطلع اقلاع هبوط زي ما هو يقلع متدرب كابتن اصلي كله زي ما هو عادي، ما تفرق معانا تمام. مرة ايزي، اتس ايزي مان، تيكت ايزي يا عزيزي. ونراكم ان شاء الله في الرياض. اخيرا وصلنا الرياض يا اخوان وطلبنا من مطعم مستر بيست. المشكلة طلبنا بالسيارة، يعني احنا استاجرنا سيارة وقفنا في مكان ما وطلبنا عن طريق تطبيق، لانه ما ينفع انك تطلب الا عن طريق تطبيق. يعني تخيلوا احنا مسافرين من جدة الى الرياض عشان نقعد في السيارة وعشان ناكل في السيارة. يا مستر بيست ايش جوه؟ يعني انا نفسي اوقف قدام مستر بيست اقول له ليه؟ والله لازم تقول له ليه، لازم توصل له رسالة كمان. ما اوصل له شيء. لازم توصل له رسالة. ايش اوصل له؟ اوصل له عن طريق الاكل. عن طريق الاكل. اذا كان الاكل تمام، هو الاكل تمام، حنطلب انه يفتح فرع الان. انت عارف في جدة. انت عارف ايش وضع المستر بيست؟ يعني مو هو كشخص جاء فتح في السعوديه ولف، لا. ايوه هو شكله اعطى يبيع فرانشايز. فرانشايز تشيز.
فرانشايز. يبيع فرانشايز. اللي هو ايش هو الفرانشايز؟ يعني انت تروح على مستر بيست تقول له انا حابب افتح مطعم باسمك. يس. فيعطيك المواضيع هذه كلها، ويعطيك اللوجو، ويعطيك الوصفات، يعطيك التتبيله والبهارات والخلطات السريه كامله، وانت تبيع باسمه وله نسبه طبعا. الله عليك. يلا نقول بسم الله. يلا نقول بسم الله. يلا. ونفتح الباكج. مو كذا مو كذا مو كذا مو كذا. الله الله على الريحه. طبعا انت ايش طالب؟ باكجينج صراحه مره انا حلو. نسيت الطلب كله ترى. ولا انا مو عارف ايش الطلب. 2 لحم تقريبا، يعني اغلب المنيو 2 لحم 1 دجاج وفرايز. هذا جميل 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 جميل. اوكي. تغليف البرجر طبيعي، قصدير حلوين. هذا اللي معاك شنو؟ هذا شنو ولا منو؟ دقيقة. هذا البيف. انت هذا لك البيف. هذا احمد ما ينفع ياكل بيف حاليا. اوكي تفضل. سلم واستلم. وريهم الدياي. ايه الدياي يا حبيبي. تفضل يا ابوي. تفضل. شوف الطرب، هلبينو مخلل هذا خبز البريوش ترى. الله الله على الطراوه. الصوصات واللحم والاشياء هذه صراحه شكلها مره يشهي. شكلها مره وي. انا راح اقسم. اوكي انا راح اقسم نص عشان ايش؟ اذا بقي شيء نعطيه لحد. انا صراحه نسيت اني اطلبه بدون ملفوف. مين زيي يا اخوان؟ اكتب لي في التعليق. حاطين مناديل بالله ولا لا؟ والله هي صراحه حاطين كاتشب كمان. نقول يعني بسم الله. صراحة. هذا بيف. اوكي هذا اسمه بيست برجر، يعني برجر بيست الخاص. بسم الله. شوفوا الفن يا اخوان. انا مستاهل البطاطس اكثر. شوف صراحه هذا البرجر من اول لقمه مره نحيف اللحمه اللي فيه. الصراحه من اول تيست والله واو. ذوق. بس كيف؟ الله. انت اخذت الهلبينو. ما في هلبينو ثاني؟ في هلبينو ثاني حار عشان شكله مخلل. مو هلبينو مخلل. الدجاج طعم اكثر من اللحم صراحه. بالله والله. خذ لك لقمه واحده من اللحم. ممنوع مرة. ممنوع منعا باتا. لن انسى الالم اللي حسيت فيه، لن انساه. الدجاج والله طيب صراحه. والخبز مره حلو فيه. ايوه هذا خبز البريوش. يس. طري مره طري. او خبز البطاطا والله، يا البريوش يا البطاطا. لا البطاطا اظن من لونه. يمكن. هذا خبز البطاطا. اللحم اللي جربته الاول ما عجبني، بس نجرب الفرايز لانه مره يقولوا الفرايز مره لذيذه. بسم الله. كيف؟ يا اخي المطاعم السحابيه ضروري يفكروا بفكره الاكل يوصلك حار. اوكي هو دافي وليس حار. صدق بطاطس لذيذه والله عجبتها. ركيفه. ندخل بايش؟ باللحم. هذا اللحم الثاني. اللحم الثاني طالع من هذا لحم كله نفس العيش. مستر بيست. مو لحم. مو لحم. لا اللحم اللي عشان ايش كله عيش. كله نفس العيش نفس الفكره يعني. ولا بيختلف البرجر مع نفس الفكره. هذا البرجر خاص او اسمه مستر بيست. شوف انا اظن هذا لذيذ. برجر مستر بيست مليان صوص بصل دبل. برضو اللحم نفس الفكره اظن. مره نحيف اللحم مخلل. شكله شاهي. حتى هذا مو المخلل هذا البيكز او بيكز. والله غريب اللحم. والله نجربه. نقول بسم الله. انا لسه بخلص البرجر يا اخوان. الدجاج مره انت متعمق فيه. مره مبسوط يا واد. كله اكلته. ما شاء الله عليك بالعافيه. هذا ألذ من الاول لسببين. بصل مخلل، صوصات زياده، مخفي طعم اللحم شويه. صراحه هو مو مره لذيذ اللحم. لا الاول ما ناسبني. الثاني اوكي لذيذ.
بس اللحمه انا مو عارف ايش فكره انه يخلوا اللحم مره نحيف. لا هم مسمين لك اياه دبل. اوكي حتى لو دبل اوكي اللحم المفروض يكون جوسي، يكون باين طري. طيب يا اخي ذوق، شوف بالله ذوق، معليش ذوق هذا ما تاثر. ناشف، اللحم ناشف. اوكي الحمد لله الحمد لله الذي اطعمنا واسقانا من غير حول منا ولا قوه. مستر بيست بصراحه هذه السفره اوكي كانت سفره سريعه، باقي شويه على رحلتنا الى جده باذن الله. هذه رحله تيجي بسرعه، تاكل برجر ترجع. 2024 بدايه موفقه باذن الله. بالنسبه لمستر بيست انا حقيم الطعم تقييم السعر غالبا عليكم، انا حقول رايي فقط بالسعر. يس. ثلاثة براجر مع واحد بطاطس مع التوصيل 125 ريال. ليه؟ ليه؟ هذا اوقف قدام. انت تفضل اكون واقف قدام. شوف الحركه، اكون واقف قدام مستر بيست، اوقف اضبط اقول له ليه؟ ايه يا حبيبي كذا هو دقيقه كذا. لا صراحه الاسعار مو مره غاليه، يعني يعتبر فوق المتوسط، مو متوسط، مو زي الاسعار اللي احنا متعودين عليها، لا فوق المتوسط عشان اسم مستر بيست اكيد. 35 ريال 30 ريال البرجر، ها بين وبين. يس. انت سالتني ايش يستحق التجربه او لا يستحق؟ قول انت اول وانا اعطيني. انا صراحه عجبني الدجاج يا اخوان، والله صراحه عجبني الدجاج، لكن صح انه كان بارد شويه بس طعمه ممتاز. يعني انا بتخيله على هو حار خلاص ممتاز، حكون مره ألذ. بالنسبه للحم انا صراحه ما عجبني كثير، مع اني اكلت قطعه صغيره يعني. بس برضو يعني في افضل، في اماكن افضل. انت خلاص انت قلت اللي المفروض اقوله، في افضل. بالنسبه للحم انا متاكد اذا ما يعني اذا ضبطوا الطريقه اكثر، طبقوا طريقه اللحم الطبخ اكثر، مع انه يمكن هذا تكون هي طريقتهم هم متعودين عليها في امريكا مثلا. فلا يعني بالنسبه لنا في افضل، يا افضل برا يا افضل بطريقه الطبخ. بالنسبه للسعر فوق المتوسط صراحه، صح؟ اي ثينك يو اي ثينك اندرستاند. يس. بالنسبه للايش؟ ماني. بالنسبه للماني لا انا مع صراحه انا اشوفه فوق المتوسط. فوق المتوسط صح؟ فوق المتوسط. ترى ما جبنا بباسي، ما جبنا شيء، ما جبنا ولا بيبسي ولا شيء. بس فرايز حلوه برضه بارده، بس ممكن هو يعني حسب الطريق، يعني ممكن المسافه اللي احنا طلبنا فيها. ترى احنا كمان تاخرنا على الرجال شوي. وتاخرنا كمان على الرجال صح. طيب ايش رايك؟ ايوه نقفل على مستر بيست ونروح المطار ونتكلم شوي معاهم بالمطار، بس اكتبوا لنا مين جرب مستر بيست وايش رايكم في مستر بيست. ليتس جو على المطار. على المطار ليتس جو. ترى مو معقول يعني ما نمشي يعني المطار على طول. المره القادمه باذن الله اذا شفنا في دعم والله فتح لي شيء. دقيقه اذا شفنا في دعم على هذا المقطع والناس يا اخي بالله خلينا نروح. ما في وقت يا اخي خلينا نروح. انا فعليا حاجز نجرب ونرجع على طول، يعني مشوار الطريق نسلم السياره على جده باذن الله. خلاص يا ورع نوصل المطار نرجع لكم. وبس يا اخوان وصلنا لنهايه المقطع. احنا الان متواجدين في مطار الرياض، متجهين ان شاء الله الى مطار جده. كان مقطع شاطح، يعني الفكره انك تطلع من جده للرياض عشان تجرب بس مطعم برجر لاكبر يوتيوبر في العالم. فكان ردة فعلي صراحه انه ليه حبيبي تطلع الرياض عشان تاكل برجر؟ والله مستر بيست نفسه ما سواها. فبس يا اخوان، وطبعا لؤي وراي مره تعبان، شوف شكله كيف حزين. والله تعبان. اخذنا لفه كذا رامد بعد ما جربنا البرجر، عجبتنا الفكره صراحه. ان شاء الله ممكن انها تكرر ان شاء الله. السفره الجايه نسوي تغطيه اكبر بمجهود اعلى ان شاء الله، لكن هذه السفره جات شطحه. ليه يا حبيبي؟ الان هو خليه ينام شويه، باقي على الرحله ساعه. اكتبوا لنا افكاركم يا اخوان، ولا تنسونا بالسبسكرايب واللايكات. وبس كان معاكم احمد ولؤي، سلام.